السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام تي نافيجيتور. النهارده مشيئة الله الخطوة رقم 5 من خطوات بناء الدايناميك موديل، وهي خطوة الكونتاكت سيت. هنعمل من خلالها بمشيئة الله الجاس اويل كونتاكت والاويل ووتر كونتاكت. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. بعد كده فتحت الموديل بتاعنا اللي هو الارب موديل، وعلشان نكريت الكونتاكتس فهنيجي في جيومتري اوبجكتس 3 دي جريد، ونفتح الجريد اللي احنا شغالين عليها الارب موديل جريد، وهنلاقي هنا كونتاكتس. هنقف عليها كده زي ما اتفقنا في التي نافيجيتور. علشان ندخل قيم اي حاجه احنا لازم نكريتها الاول، وبعد كده بندخل القيم بتاعتها عن طريق الكالكوليشن. فهنيجي في الكونتاكتس هقول له كرييت، هكريت جاس اويل كونتاكت واقول له اوكي. وبعد كده عشان ندخل بقى القيمه بتاعته هقف عليه وكليك يمين واقول له شو كالكوليشن، ففتح لي الكالكوليشن الخاصه بالكونتاكتس. بيقول لي الكونتاكت تايب بتاعك ايه، هقول له جاس اويل، والقيمه اللي انت هتدخلها له هتبقى قيمه دبس، فبالتالي هتخليها زد فاليو، وهندخل الدبس بتاعه 965 متر. طيب احنا الدبسات اللي كنا بندخلها في البتريل كلها احنا قلنا بالنيجاتيف فاليوز، ما عدا لو حضرتك بتضيف بير جديد فبتحط الدبس بتاع البير دوت بالبوزيتيف فاليو والدبسات بتاعت البرفوريشنز. انما الدبسات اللي موجوده في التي نافيجيتور فهي بتدخل بالبوزيتيف فاليوز عادي. اقول 965 واقول له ابلاي. طيب عايز اكريت برضه كونتاكت تانية اللي هي الاويل ووتر كونتاكت، فهنخليها هنا كرييت اويل ووتر كونتاكت، وبنفس الطريقه برضو ادوس اوكي واقف عليها وادوس كليك يمين شو كالكوليشنز، احدد التايب بتاعها ان هي اويل ووتر وخليها زد فاليو، ولكن الدبس بتاعها 1475 بتاع الاويل ووتر كونتاكت بتاع الموديل ده، واقول له اوكي. فاللي حصل هنا ان هو كاريت بالفعل الكونتاكتس زي ما حصل في البتريل بالظبط، ان الكونتاكت بتاع الجاس اويل كونتاكت اللي احنا كنا مدخلين الفاليو بتاعته كانت فاليو بره الموديل على اساس ان دوت اندر ساتوريتد ريزرفوار، فانا ما دخلتش كونتاكت جاس في الموديل يعني، فجاست كده كاني يعني لغيته من الموديل، كان ما فيش جاز موجود عندي. طيب الخطوه بقى اللي جايه اللي احنا هنحول الكونتاكتس دي لبروبرتيز موجوده عندي على اساس ان هي تخليه لي الفلو تايب في الموديل وفقا للكونتاكت اللي موجود. طيب خلونا كده نتخيل ان دي الكونتاكتس بتاعت الموديل اللي احنا هنشتغل عليها في الخطوات اللي جايه بعد كده قدام، ولكن خلونا نعمل كونتاكت تانية للجاس بحيث ان احنا نشوف لو عندي موديل تاني في جاس اويل كونتاكت موجود عندي في الريزرفوار نفسه او ساتوريتد ريزرفوار وموجود عندي جاس كونتاكت فيه، فازاي هيكون الشكل الجاز مع الاويل مع الووتر، حتى عشان لما نحولها لبروبرتي موجوده تبقى النقطه بس ديت واضحه لحضرتك. فالخطوه اللي انا هعملها او الكونتاكت التاني اللي انا هعمله هو خطوه كده كشرح، ان انا لو عندي جاس اويل كونتاكت اوريدي موجود في الريزرفوار فالشكل عندي هيبقى ايه. وهنقف في الكونتاكتس هنا وندوس كليك يمين واقول له كرييت، اقول له جي او سي 2 اقول له اوكي. طب القيمه بتاعته فين؟ هنخليها جوه الريزرفوار. اقول له شو كالكوليشن، نخليها مثلا جاس اويل وزد فاليو و1440، اقول له ابلاي. اللي حصل ان هو خلى الجاس اويل كونتاكت هنا جوه الخزان بتاعي. طب انا لو عايز اغير في اللون بتاع الكونتاكت نفسه، فباجي هنا في الجنرال هلاقي كونتاكتس، ادام انا دوست على اي كونتاكت فيها فبالتالي هيظهر في السيتنجز، انما لو مش مكلك عليها فهو مش بيبين السيتنج بتاعت الكونتاكت دي على اساس اللي انا مش عارضها. فمثلا مجرد اللي انا بدوس كده اويل ووتر كونتاكت جاس اويل كونتاكت هيظهرهم في السيتنجز في الكونتاكتس بحيث ان انا اقدر اغير فيهم في السيتنجز بتاعتهم. خلونا بالمره برضو نحط الجاس اويل كونتاكت الاساسيه بتاعتنا، وهقف على جي او سي هنا وعايز اغير اللون بتاعهم، اخلي مثلا الجاس اويل كونتاكت يبقى باللون الاحمر والاويل ووتر كونتاكت باللون الازرق. فهاجي في الديسبلاي كده تيم هنا بدل اوتوماتيك هخليها فيكس الكالر الجاس اويل كونتاكت ده، واخلي مثلا اللون بتاعه باللون الاحمر ده.
اوكي. الاويل ووتر كونتاكت اخليها الديسبلاي بتاعها فيكس الكالر، واخليه مثلا باللون اللبني ده. وجي او 3 2 اللي احنا عملناه بس دلوقتي عشان نشرح عليه حاجة معينة، برضو نغير اللون بتاعه ونخليه مثلا باللون الاحمر. طيب انا عندي كده الجاس اويل كونتاكت والاويل ووتر كونتاكت. تعالوا بقى اللي احنا نحولهم لبروبرتي موجودة، بحيث اللي احنا نخلي الفلويد تايب في الموديل يتوزع بناء على الكونتاكتس دي. طيب نعملها ازاي؟ هنروح بقى للبروبرتيز نفسها، وهنكريت بروبرتي جديدة، كليك يمين واقول له كرييت، وخلونا مثلا نسميها فلويد تايب، فلويد اندرسكور تايب. لا نسميها تايب 2 على اساس الجاس اويل كونتاكت اللي احنا هنعملها فيها، وهندلت ده لان ده مش هيكمل معايا في الموديل، بس عشان نشرح عليها ان انا لو عندي 3 فيز موجودين الشكل هيبقى عامل ازاي. واقول له اوكي. طيب شيل الكونتاكتس بقى بتاعتك هنا، والفلويد تايب اللي احنا عملناها احنا عايزين نوزع الفلويد بناء على الكونتاكتس، فهقف عليها كليك يمين واقول شو كالكوليشنز، وبدل بقى الكالكوليتر الاريثماتيك او البلوك دي، لا احنا هنختار كرييت بروبرتي باي. وموضوع كرييت بروبرتي باي ديت ان هو بينشئ لك البروبرتي بتاعتك بناء على حاجة تانية انت عاملها في الموديل. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي هكريت البروبرتي بتاعت الفلويد تايب بناء على الكونتاكت، فهختار كرييت بروبرتي باي كونتاكتس، فهيقول لي دخل الكونتاكت اللي انا هوزع لك عليها الفلويد تايب. اقول له انا الكونتاكت الاولانيه اختار جي او سي 2. طب وهضيف واحده تانية اخليها الاويل ووتر كونتاكت، وهقول له ابلاي. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل دلوقتي ان هو شاف الجاس اويل كونتاكت اللي موجوده عندي، التو اللي احنا دخلناها له ديت يعني، وخلى الفلويد تايب في الدبسات اللي فوقيها عباره عن جاس، وما بينها وما بين الاويل خلاها ترانزيشن زون باللون الاصفر ده، وخلى السيلز ديت بالاخضر اللي هي الاويل، واللي تحت الاويل ووتر كونتاكت خلاها ووتر وترانزيشن زون ما بينهم. فهو اوريدي عمل فلويد تايب بناء على الكونتاكتس اللي احنا اديناها له. طيب هستفيد منها في ايه ديت؟ هستفيد منها اللي انا هستخدمها، اللي انا ممكن استخدمها كبروبرتي فلتر في ايكويشن لبروبرتي تانية. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال مثلا الاكت نم اللي احنا كنا عاملينها هنا، فاحنا عاملين الاكت نم ان هي بتساوي 1 للموديل كله، ولكن كنا مدخلينها كده بشرط يعني ان السيلز اللي فيها البروستي اللي اقل من 5% في الموديل كله خليها لي بزيرو، خلي الاكت نم بزيرو. طيب لو انا عاوز استثني بقى في الموديل عندي ان مثلا الجاز زون انا عاوز استثنيه، اقول له لا، ان حتى لو البروستي اقل من 5% خليه لي الاكت نم بواحد، خليه لي السيلز دي اكتف في رنة السيميوليشن. طب نعملها ازاي؟ خلونا نعمل اكت نم تانية غير دي. هندوس عليها كنترول سي كنترول في، فكبرت معايا هنا. خلينا بس نخليها في الاخر عشان دي برضو هنشيلها، وخلينا مثلا نسميها اكت نم 2. اقول له اوكي. طيب الفاليو بتاعتها بايه؟ الاكت نم 2 اساسا راحت فين؟ لو حضرتك بتدوس على اي بروبرتي حضرتك مثلا كبرتها او حاجه ولقيتها مش موجوده عندك هنا والدنيا فاضيه، فانت هتدوس كليك يمين مع كليك شمال بحيث ان هو يعرض لك الموديل ككل. طب ايه ده السكيل باص خالص. جاست السكيل حضرتك كده في الجنرال هنا هتلاقي زد سكيلينج. زد سكيلينج بتاعنا احنا مثلا بنحطه 10. هندوس كليك يمين كليك شمال مع بعض بيظهر الموديل كله، سكرول كده جاب لك الموديل بتاعك. طيب ديت اللي متكبره اللي هي بتساوي نفس القيم دي. طب انا عاوز ادخل عليها التعديل اللي قلناه، اني في الجاز زون هخلي الاكت نم كلها بواحد حتى لو البروستي اقل من 5%. الفكره برضو في الفلويد تايب اللي هو عملها ديت او كاريت البروبرتي دي بناء على الكونتاكس، هو بيدي لكل فلويد تايب فاليو. يعني الجاس لو احنا جينا بصينا هنا في الفاليو اللي ما بين قوسين دي، الجاس 2 فهياخد فاليو رقم 2. الترانزيشن زون ما بين الجاس والاويل 4، الاويل 1.
دي 5، الووتر 3. فكل زون او كل فلويد تايب بتاخد فاليو. فالفاليو اللي احنا هنشتغل عليها هنا بتاعه الجاز ديت هي فاليو 2. اوكي، دي اللي احنا هندخلها كفلتر يعني. هاجي في الاكت نم دي، هقف عليها وادوس كليك يمين واقول له شو كالكوليشنز، وهجيب الاريثماتيك كالكوليتور اريثماتكس. هشيل الايكويشن اللي احنا كنا مدخلينها بناء على اخر حاجه يعني، وانا عايز اخلي بقى ان الاكت نم هتساوي 1، وادوس فلتر لمين؟ للفلويد تايب. البروبرتي اللي انا عملتها دي لما بتساوي 2. يعني انا عايز اقول له خلي الاكت نم ديت القيم بتاعتها بتساوي 1، حتى استثني بقى يعني موضوع البروستي اللي من 5%، استثني من الكلام دوت، من الشرط دوت، الفلويد تايب لما بتساوي 2 اللي هي في الجاز زون ديت، خلي لي اي فاليو فيها الاكت نم ب1 وادوس ابلاي. فلاحظوا اللي هيحصل في الاكت نم اللي كانت 0 في الجاز زونز، اول ما ادوس ابلاي هتاخد قيم 1، وخدت وطبق عليها الشرط بتاع البروستي اللي اقل من 5% اللي اوريدي كان في الايكويشن الاساسيه لبقيه الريسيرفوار كله ما عدا الجاز زون. فانا كده اوريدي اقدر استخدم موضوع الفلويد تايب اللي انا عملته بناء على الكونتكست بتاعتي، ان هو يدخل كبروبرتي فلتر لاي بروبرتي تانية انا عاوز استثنيها او استثني جزء منها بناء على الفلويد تايب اللي موجود معايا. تمام؟ فارجو كده ان انا اكون وضحت النقطه ديت بشكل يعني واضح بشكل كويس. طيب اللي هنشتغل فيه في الموديل بتاعنا ان احنا هنشتغل زي ما قلنا على الجاس اويل كونتاكت فوق ان هو اندر ساتوريتد ريسيرفوار، والاويل ووتر كونتاكت، وهنشيل جي او سي 2 اللي احنا عملناها، بس كنت عارضها علشان اوضح موضوع الفلويد تايب لما يبقى عندي اكتر من فيس موجود عندي في الموديل. فهنشيل الفلويد تايب 2 ديت ديليت، وهنشيل الاكت نم 2 لان مش هستخدمها في الموديل عندي، وهنشيل جي او سي 2 اقف عليها وديليت. كل اللي احنا هنحتاجه جاز اويل كونتاكت والاويل ووتر كونتاكت، واللي انا هعمل لهم بس بروبرتي كده ليهم بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. هقول له كرييت، وهسمي له هنا كده اقول له فلويد اندرسكور تايب، دي فلويد تايب الاساسيه اللي انا هستخدمها عندي، وادوس كليك يمين شو كالكوليشنز، اقول له كرييت بروبرتي باي كونتاكتس. باي كونتاكت بقى مين يا عم؟ جاز اويل كونتاكت بتاعتي والاويل ووتر كونتاكت، اقول له اوكي. فاللي حصل هنا في الفلويد تايب اللي احنا هنشتغل بيها في الموديل بتاعنا على اساس الجاز اويل كونتاكت اللي انا مدخلها في الموديل الاساسي بتاعنا فوق الريسيرفوار خالص، وعندي 2 تايبس اوف فلويدز، ان انا عندي اويل وعندي ووتر وبينهم ترانزيشن زون، علشان ديت هنستخدمها بمشيئة الله لما نيجي نعمل الاكوفر، اللي انا هخلي الاكوفر كونكشن تحت الاويل ووتر كونتاكت، هيستدعي مني اللي انا استخدم البروبرتي ديت. كده نكون عملنا الكونتاكت سيت وعملنا فلويد تايب بروبرتي بناء على الكونتاكت سيت ديت، وبكده نكون خلصنا الخطوه رقم 5. واقابل حضراتكم على خير في الخطوه اللي جايه بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.